جالي فكره فيديو وانا واقفه دلوقتي معاكم، بما ان انا عديت من نفس المكان اللي هحكي لكم في الموقف ده يا جماعه من اكتر المواقف المرعبه اللي حصلت لي في حياتي. طبعا انا ما حكيتوش في وقتها، انا حكيته بعديها بسنه، ما جاش في بالي الموضوع ممكن يكون كبير قوي الا لما كبرت فهمت الموضوع كبير بجد. احكي لكم بقى ايه اللي حصل. اللي حصل ان انا كنت بجيب عيش، والكلام ده من بدري يعني من سنه وربع بالظبط. يعني ما علينا، ماشي ما علينا. المهم انا كنت ماشيه وكنت بجيب عيش وكده، وانا ماشيه لقيت راجل راكب الميكروباص بتاعه، اوكي، ومعاه طفل بيعيط وراح حاطه في شنطه سودا. هو كان لابس فوطه بيضه، وبعد كده راح حاطه في شنطه سودا جوه شنطه بيضه كبيره جوه شنطه صفرا، وربطه كويس وراح رماه. جه هو مات، حتى لو ما ماتش من القعده اللي هو قعدها، هو قعد مات من الكتمه. فانا رحت بقول لها عشان هو طفل يعني، فبقول له ايه ده حرام عليك بتعمل ايه؟ راح قال لي انت مالك انت، وراح نزل من الميكروباص رمى الطفل في الكمامه اللي هي الزباله، وطلع يجري ورايا. يا جماعه. انا ما رضيتش ارجع تاني، انا وانا ارجع ليه؟ انا ماليش دعوه. بس جه بقى مره كانوا بيفتحوا الموضوع ده فحكيت لهم، قالوا لي طب ليه ما قلتناش في ساعتها؟ قلت لهم يا جماعه انا ما جاش في بالي ان انا احكي لكم يعني، عشان كده طلعت احكي لكم الموقف ده. والخلاصه من الفيديو يعني ان احنا طالما احنا مش قد المسؤوليه، مش قد ان احنا نربي عيالنا، مش قد ان احنا نصرف عليهم، ما نجيبهمش يتمرمطوا معانا. ليه يجوا؟ ليه بجد؟ انت عارفه ان انت مش تقدري تربي ابنك التربيه الايجابيه الصح، ما تجيبيهوش. هتطلعي عيل صيع ليه؟